المرة اللي فاتت اتعلمنا القاعدة. النهاردة هنتعلم كلمات الدالة عليه، وهنقارن بينه وبين الماضي البسيط عشان نفهم الفرق كويس جدا. خليكم معايا. Let's go. أول حاجة هنعرفها هي time expressions. خلي بالك من الكلمات دي، لو شفتها في الجملة احتمال كبير تكون الجملة دي past continuous. At that time. At 7 o'clock yesterday. While. When. All day yesterday. The whole night. مثال: I was watching TV when my friend called me. كنت بتفرج على التلفزيون لما صاحبي اتصل بيا. شايفين الحدث الأول كنت بتفرج كان شغال، بعدين حصل حدث تاني قطع الحدث الأولاني لما صاحبه اتصل. طيب دلوقتي عايزين نعرف الفرق بين الباست سيمبل والباست كونتينوس. الباست سيمبل حدث حصل وخلص. الباست كونتينوس حدث كان شغال في لحظة معينة في الماضي. أمثلة: I watched TV yesterday. أنا اتفرجت على التلفزيون امبارح. ده حدث خلص في الماضي. I was watching TV when you called me. ده حدث اتقطع من حدث أول، يعني الحدث التاني اتقطع من حدث أولاني، فكده اتوجد الباست كونتينوس. في استخدامات تانية بنستخدمها بيهم لما يحصل في نفس الوقت حدثين مع بعض. مثال: I was cooking while he was cleaning. كنت بطبخ وهو كان بينظف. استعملنا الكلمة الدالة time expression while لتوصل الحدثين مع بعض. مثال تاني: It was raining and the wind was blowing. كان المطر بينزل والرياح بتعصف. طيب دلوقتي دورك، اكتب لنا في الكومنتس جملتين، واحدة في الباست سيمبل وواحدة في الباست كونتينوس، وشوف لو عرفت تفرق ما بينهم بنفسك. ودلوقتي ما تنسوش اللايك والشير عشان نوصل لكل الناس اللي بتتعلم إنجليزي بطريقة سهلة وبسيطة. تابعوني في الفيديو الجاي. See you soon.